بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. حبيت اشارككم كده معايا يومي بتفاصيل كده بسيطة، بس ايه قلت اشاركه معاكم. هنعمل مع بعض النهارده سفرة فطار حلوة جدا. انا من عشاقها بصراحة. فهنعمل كده صينية السعادة او حلويات المذبح، وممبار بقى وكفتة، وهنظبط الدنيا معايا هنا بقى. حشوة الممبار وغسلة الممبار ومخليه زي الفل. هروح احشيه بقى عشان اقعد كده واحشيه، وانا عملته معاكم كتير قبل كده. وكانت هنا الحلة كده بتاعة الممبار غليت، فهنزل بالممبار على طول وهسلقه. وهنا كنت حاطة كده في العين التانية من البوتاجاز، عاملة كده شوية مكرونة لان ولادي مش بيحبوا الاكل ده. فقلت اعمل لهم مكرونه وكفته زي ما انتم شايفين كده. واخدت كده صباعين ثلاثه كده من الكفته، ومعايا صدق ومعايا كمان كبده. وقلت اعمل بقى صينيه حلويات المذبح. وهنا كنت معايا فشه وكرشه، كنت سلقاها قبلها بفتره يعني، ومقطعاها كده وحطاها في الفريزر. طلعتها كده فكت، وهبدا اشتغل فيها على طول. وعملت معاكم الوصفه دي قبل كده بالتفصيل، هتلاقوها عندكم على القناه. الصينية دي حلوة جدا، بتبقى طعمها جميل جدا وتغيير عن أكل المعتاد، وبتبقى حلوة جدا. فهنا معايا كده ربع من الكبدة. فطاسة كده سخنة جدا، حطيت فيها شوية زيت ونزلت كده بالكبدة لحد ما تغير لونها وتاخد صدمة، وبعد كده انزل ببقية المكونات. طبعا الفشة والكرشة انا غسلاها، وزي ما قلت لكم سلقاها قبلها بفترة ومستوية، يعني هتنزل كده بعد ما اخلص يعني سوى الكبدة والصدق وكمان الكفتة. ركنت كده الكبة على جنب، ونزلت بالكفتة والصدوق زي ما انتوا شايفين كده ياخدوا لون بقى وتشويحة. وبعد كده هنزل بالكرشة والفشة. طبعا بيبقوا مغسولين حلو جدا، وبتبقى جايباهم من جزار مضمون، فبيبقى طعمهم وريحتهم حلوين جدا. زي ما انتوا شايفين كده اخدوا لون وتشويحة حلوة جدا. وبعد كده هنزل بالفشة والكرشة. هي فكت بحاجة بسيطة، انا بقى هوطي عليها واغطيها وهسيبها كده تفك براحتها. هنا بقى كنت كده عجنة شوية من العجينة كده، هعملها عيش اسمر او العيش اللي برده ده، علشان ناكل بيه الاكل الحلو ده. وكنت كمان عجنة كوباية كده من الدقيق، عجينة السمبوسة، وهنزلها معاكم فيديو منفصل. حلوة جدا وبيبقى طعمها جميل، وسهلة كمان عن عجينة بره. فزي ما انتوا شايفين كده كنت عجنة كده 3 كوبايات من الدقيق الأسمر، ومعاهم ردة كده. وهبدأ أقطع كده العجين على شكل كور، والحجم الرغيف اللي انت عايزاه. وهسيبه يرتاح شوية، وبعد كده هبدأ افرده وهعمله وانا واقفة كده على الطاسة، علشان الاكلة دي بصراحة عايزة العيش البلدي، مش عايزة اي عيش بصراحة. فقلت اعمله بقى كده وانا واقفة على طول كده. مش هياخد معايا وقت. وهم طلعوا 15 رغيف حلوين جدا للغدا. وزي ما قلت لكم كنت عاملة مكرونة للولاد وكفتة، وعملت لنا بقى ممبار كمان، وعملت الحلويات المذبح اللي انتوا عارفينها. هفرد بقى كده كل العجين زي ما انتوا شايفين على الرخامة، وهبدأ اسوي رغيف رغيف على الطاسة. وما حبيتش بصراحة اطلع اعمله في الفرن، لان كنت لسه بسوي الاكل على البوتاجاز. فقلت اعمله بقى جنبي كده وواقفة بوقفة في المطبخ وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اسويه على الجريلا دي. وكانت هنا نقلت الحلويات المذبح دي للعين التانية، وبدأت تفك زي ما انتوا شايفين كده وتتشوح حلو جدا. هحط لها بقى طماطم وفلفل كده حاميين، لازم تكون حامية، هي بتبقى حلوة جدا لما بتكون حراقة. فحطت لها طماطم وفلفل كده حامي، وحطت لها معلقة كبيرة من الثوم ورشة من الملح ورشة من الفلفل. وهقلبها بقى واسيبها بقى ايه على نار هادية لحد الفطار. تبقى حلوة جدا وطعمها وريحتها مش عايزة اقول لكم حلوة قد ايه. واحط لها كمان رشة من الكمون. وكده كان اكلتنا جهزت، وكمان كان الممبار
اتسلق وطلعته كمان. فكده كانت الغدا معايا او الفطار قصدي خلص. وهنا بعمل العيش كده واحدة واحدة لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. وهنا هسيب بقى بنتي تكمله واروح اعمل السمبوسة. زي ما انتوا شايفين كده طالع حلو جدا. وانا بعمل الرغيف كده صغير على قد وجبة. بحب اعمله صغير، واللي عايز بقى رغيف اتنين براحته، بس انا بحب اعمل الكمية دي حلوة جدا. وبيبقى حلو جدا في البيت، وبحطه في الفريزر لما بعوزه بطلعه. هنا زي ما انتوا شايفين كده عجينة السمبوسة هنعملها كده بالعجين. ومعايا هنا القطاعة بتاعتها. هدي بقى كده رشة صغيرة من الدقيق، وهبدأ كده افرد العجينة زي ما انتوا شايفين. وبتبقى حلوة جدا وخفيفة، جربوها تعجبكم جدا جدا. ففردتها كده فردة حلوة، ولازم تكون يعني خفيفة مش تخينة، علشان طبعا احنا هنقليها في الزيت، ما تبقاش تخينة او تبقى عجينة منك. فكان هنا معايا كده معلقتين من اللحمة المفرومة، وكمان معايا شوية من الجبن على زيتون كده هحشي بيها برضو. والقطاعة دي حلوة جدا، لو موجودة عندكم هاتوها. بتطلع الشكل كده جميل، وبتطلع خفيفة كده وجميلة جدا. فهعمل بقى شوية باللحمة المفرومة، وشوية بالجبن زي ما انتوا شايفين كده والزيتون. بتبقى حلوة جدا وطعمها حلو. دي جبنة قريش على جبنة موتزاريلا على شوية من الزيتون. لو عندك كمان بقدونس حط عليها بتبقى حلوة. عندك حبة البركة، عندك زعتر، حط عليها بتبقى حلوة جدا. هنعملها طبعا مع بعض الفترة الجاية بكميات يعني كتيرة، نحطها في الفريزر بتطلع حلوة جدا على التحمير. وطعمها جميل جدا وخفيفة وأحلى من بتاعة بره كمان. أنا بصراحة جبت بتاعة بره الجاهزة دي فرميتها كلها طبعا لأنها تخينة جدا وبتتكسر وحشة جدا وبتشرب زيت، فما عجبتنيش بصراحة. جبتها كده أول رمضان ورميتها كلها بصراحة ما عجبتنيش، كانت وحشة جدا. فطلعت كده كمية كانت ما شاء الله الكوبايات دي طلعوا كمية. هفرز الطبق ده في الفريزر والطبق ده هحمره. وهنا كده بدأت أحمر الممبار وهحمر بعد كده السمبوسة. وهحضر على طول الفطار، وده كان فطار سهل جدا وحاجة طعمها حلو كده. قطعت طماطم، وادي السمبوسة طالعة جميلة ما شاء الله، وادي الممبار رشيت عليه ملح وفلفل، وكمان حلويات المذبح. ومعانا هنا برضو مخلل والعيش والمكرونة والكفتة بتاعت الولاد. وده الممبار وسمبوسة محمرة في القلاية الهوائية للي حابب ياكله بدون زيت. بيبقى طعمه حلو جدا وخفيف على المعدة. فده كان فيديو النهاردة كده، فيديو خفيف كده وبسيط حبيت أشاركه معاكم. بعد كده مقتطفات من يومي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.